עכשיו רפאלוב מנסה לעצור את שני השחקנים המצוינים כאן מצד ימין, מקבל מרטינס את הכדור לעבר השער, עוואט עולה והכדור נכנס. השופט מאשר את השער. 3-3, 2.5 דקות בתוספת הזמן. על זה נאמר אוי על זה נאמר דודו עוואט. על זה נאמר שוער לא מספיק גבוה, ועוואט צריך לקחת את הכדור הזה, ונגד הז'לוב הזה מספר 9 אלמדה קשה לו, ואלמדה גובר עליו, והכדור הזה נכנס פנימה. ولا شيء بوسكيت في هذه الكرة الركنية في تنفيذ هذه المرة دافيد سيلفا في الجهة اليمنى من خط من الحارس بالراس والهدف جول. راموس يفك العقدة من كرة بالراس ويفتح مجال التسجيل لمنتخب اسبانيا عند الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الأول. في نهاية المطاف الهدف يسجل من كرة ثابتة وليس من لعبة فردية أو جماعية. راموس يسجل هدفه التاسع مع منتخب اسبانيا وينقذ الاسبان في عيد ميلاده ال100، ليصح ان نقول هذا في مباراته رقم 100. سيرجيو راموس يسجل هدفه التاسع مع منتخب اسبانيا ويفك العقدة بعد 4 دقائق من كرة ثابتة بالراس. لا، ما لم يكن متوقع حدث، يعني ان تتفوق على الفنلنديين من كرة ثابتة بالراس، هذا ما لم يكن متوقع. الفنلنديون كانوا ربما يتوقعون وينتظرون وحذرون من الكرات البينية القصيرة السريعة. بأنه واجه عمالقة الكرة الإسبانية، واجه ليونيل ميسي عندما كان يحمل قميص نادي مالاغا قبل أن يغير الأجواء صوب الديار الروسية مع رحلة سعيدة للروبين كازان في المسابقة الأوروبية بوصول الدور ربع النهائي وفرصة الجول. يسجل الهدف الاول المنتخب الارجنتيني بعد تيكي تاكا من وسط الميدان باللمسه الواحده، انطلاق في يد الهجمه، وصلت الكره لغونزالو هيغواين وجه لوجه مع دانيال فرنانديز يسجل الهدف. اذا بدايه سعيده وموفقه للمنتخب الارجنتيني، وان كانت الجماهير تقول الهدف تاخر يا غونزالو، الهدف تاخر كثيرا يا غونزالو، لم يكن متسللا. لحظه استلام الكره جميله جميله يا ليونيل، مهندس العمليه الساحر الابيض يهندس كره الهدف الاول. شاهدوا اللمسه، غونزالو هيغواين في المكان الصحيح، صناعه اسبانيه بلمسه ارجنتينيه. ليو البارسا وهيغواين الريال يصنعان الحدث ويصنعان الهدف الاول. هذا هو غونزالو هيغواين بنتيجه 3-2، وانذاك فيدريكو فرنانديز سجل هدفين في مرمى العملاق البافاري، بينما كرة الثالث جول 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 غونزالو هيغواين يسجل الهدف الثالث والهدف الشخصي الثاني له في هذه السارة الكروية بملعب المونومونتال. تمريرة في العمق لهداف الكبير، لا يرحم الحراس، وهذه لقطة تؤكد فعلا الحس التهديفي الكبير جدا لغونزالو هيغواين. اعطينا يا مخرج المباراة الإعادة من جديد لنستمتع بجمالية اللقطة وبالسحر الكروي اللاتيني مرة أخرى، نسخة كربونية للهدف الأول. شاهدوا التمريرة في العمق، شاهدوا الأسيست الماضي، وشاهدوا المتابعة المثالية لغونزالو هيغواين، شاهدوا الدينامو، شاهدوا المهندس، شاهدوا المفكر هنا ليونيل ميسي، فكر في التمرير دون تردد، أسيست ممتاز، واللمسة الأخيرة ممتازة كذلك من غونزالو هيغواين. اعطى باس ليونيل ميسي كانت حاسمة جدا فعلا.